واش عمرك شفتي قطعة ألمنيوم كتسقط ببطء وكأن شي قوة خفية كتشدها؟ اليوم غادي نديرو تجربة بسيطة ولكن غريب بزاف. سقوط الألمنيوم داخل أنبوب مغناطيسي، وشوف شنو كيوقع. عندي هنا أنبوب مصنوع من المغناطيسيات قوية، وعندي قطعة ألمنيوم عادية غير معدنية وما كتجبدش المغناطيس. غنخليها تسقط من الفوق، ركز مزيان شوف كيوقع. المفروض الألمنيوم يطيح بسرعة، ولكن هنا كيهبط ببطء بحال إلا كيدوز في الماء. السبب هو واحد الظاهرة العلمية كتسمى تيارات أيدي. بمجرد ما كتتحرك القطعة داخل المجال المغناطيسي كيتولد فيها تيار كهربائي صغير. هذا التيار كيدير مجال معاكس للمغناطيس وكيخلي القطعة تبطئ بحال الفرامل ولكن بدون لمس. هذه الظاهرة ماشي غير تجربة، كتستعمل في مكابح القطارات وفي آلات المصنع وحتى في بعض الألعاب العلمية. التجربة بسيطة ولكن نتيجة مذهلة. خلي تعليقك وغادي ندير أفضل تجربة كتعجبك.